ترفع صوتك بزاف تخبط بزاف. في إطار مراقبة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك، تمكنت اللجنة المشتركة المشكلة من قوات الشرطة لأن دائرة سيدي علي بموسى غانم والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي علي والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتزقايت ومصالح المفتشية الفرعية للتجارة بمدينة سيدي علي في إحدى الخارجات الميدانية للمراقبة من حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك متكونة من توابل وأعشاب مغشوشة ومواد تجميل ومراهم منتهية الصلاحية. العملية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 8 فبراير 2023 جاءت بناء على معلومة أمنية تفيد بتواجد ورشة مشبوهة مكلحة تجار مختصة في طحن التوابل والأعشاب وخلطها بالأتربة والحصى وبقايا مادة القرميد المطحونة وتوجيهها إلى الاستهلاك البشري. عليه هو بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي باشرت اللجنة المشتركة عملية تفتيش المحل التجاري وأماكن تخزين السلع المشتبه فيه وضبط ما يلي: باقوليات 65 قنطار و85 كيلوغرام، توابل مختلفة 51 قنطارا و83 كيلوغرام، مواد تجميل حنة 156 كيلوغرام، بالإضافة إلى كمية معتبرة من مواد تجميل منتهية الصلاحية حجزت من داخل المعهد التجاري عن تهم انعدام سجل تجاري وانعدام بيانات واسم المنتوج، تخزين وعرض للبيع منتوج منتهي الصلاحية، انعدام شروط التخزين، انعدام الفطرة. سيتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه وسيقدم بالمجابهة أمام نيابة محكمة سيدي علي.